الحكام انا وريت له امبارح ماتش الاهلي والاتحاد. الواد سمير عثمان، سمير احمد ابراهيم، السيد محمود، السيد عثمان، علي ابراهيم، اسمه سباعي، يطلع له اسمه سباعي، لان الكورتين ما دخلوش، فقال لك لا نتعادل. عارف لو دخلوا اقسم بالله العظيم قال لك يتعادلوا ليه؟ فالاخ شوبير يقول له ايه؟ بس قاسيه قوي لو اتعادل، قاسيه فيها قاسيه. قاسيه ايه يا ابني؟ قاسيه قوي لو اتعادل. فقال لك قانون، قال له طب يعني قانون، عايز غير القانون. كل ده ليه بقى؟ عشان 5 مليون اللي ابنه بياخدهم من النادي الاهلي ما لعبش بجنيه. يوسف اسامه نبيل النهارده جايب جون عالمي، جاب 3 جون، جاب 65,000 جنيه. هيجاله وابنك اللي ما لعبش ب5 ساعات 5 مليون. عشان كده لا تجرؤ انك انت تنتقد محمود الخطيب ولا مجلس اداره الاهلي. عارف ليه؟ مش عشان 5 مليون، عشان دول ملائكه نازلين للسماء ونازلين ليهم جناحات ما بيغلطوش. الملائكه ما بتغلطش. حتى لما شتموا هناء حمزه عشان دافع عن منتهى وابراهيم عيسى، مفيش حد قال ايه ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ ده شغل بلطجه. مش ده اللي كان بيتقال عليا انا؟ هناك ما حدش كان خالص، كله ساكت. تحكيم النهارده والله كان دمه خفيف. واد اسمه قمر الدوله ولا قمر الدين، اسمه ايه؟ طب اللي بيختار الحكام عارف ان ده بيكره الزمالك، جايبه لنا ليه؟ واللي بيختار الحكام عارف ان امين عمر حاطط على صفحته وابوه محترم صور الاهلي. مين اللي بيختار؟ انا سالت جمال علام النهارده مين اللي بيختار؟ هو مش عارف. دول بيختاروا حكام ملاكي. ومع ذلك لان في ربنا هو العدل وهو الحق، والعدل اساس الملك. بعد ما كان النهارده يبقى في فرق 6 بونت بين الزمالك والاهلي، بونتين. ده ربنا، ده شغل رباني مش شغل حكام. هو في حاجه بيختار 12 دقيقه وقت ضايع وضرب جزاء وهميه؟ يا اللي بتختار الحكام خلي عندك دم، احترم نفسك بدل ما تتهزق ونطلع الاتحاد الدولي اللي لكم كل القرف اللي انتوا عاملينه وبتزعلوا لما بقول لكم خلوا عندكم دم. تزعلوا لما اقول للولد ابو صفاره وشرطه يقول لك لا انا مش مصفره وشرطه. ما انت بايه؟ يعني انت لابس بنطلون طويل ويقول عليك بشرطه؟ ما ده مش فاهم. فكل ده متحملين. لكن برضه بقول للصبر حدود. هيجي في لحظه من اللحظات لو استمر على اختيار الحكام الملاكي للنادي الاهلي والحكام اللي بيكرهوا نادي الزمالك، هنجيب حكام اجانب على طول. هنكمل الدوري حكام اجانب على طول. بس هتبقى فضيحه في العالم. دول حكام مصر، هم دول حكام مصر. ادينا شفنا في العالم، كل العالم اشترك في كاس العالم في قطر. لعيبه، مدربين، حكام، كله ما عدا مصر. مصر الرائده في كره القدم. مصر واثيوبيا والسودان، ال3 دول هم اللي اسسوا الاتحاد الافريقي. احنا فين؟ تونس غلبت فرنسا، السعوديه غلبت الارجنتين، المغرب المحترمه ازدحت فيه كلهم، بلجيكا على البرتغال على اسبانيا. هي دي الدول اللي بتحترم جماهيرها. دي الدول اللي بتحترم جماهيرها، مش اعلام فاسد وتحكيم فاسد. استبشرنا خير، كان في مجموعه من الحكام الصغيرين الشباب طالعين. هم فين؟ هم فين؟ خلاص. بلال احمد السيد محمود ابراهيم علام شكر في الزمالك اقعد في بيتك، دماغنا وجعانه. هو ايه الاعلام ده؟ هو في يا جماعه؟ ده لولا قناه الزمالك اللي البعض عايز يهد حيلها، هي اللي كانت توصل صوتها لكل الناس. وللاسف البعض عايز يهد حيلها.
اي حد بيتخانق مع حد من المذيعين، وعشان كده بقول لكم من فضلكم اذا لم تتحدوا القادم اسوء. اصل ده بيتخانق مع ده، اصل ده بيتغاظ من ده، اصل ده بيجيب من ده، اصل الصفحه دي مش عارف شتمت مين. في الزملكاوي المحترم يعمل كده. الزملكاوي المحترم يمد ايده لاخوه الزملكاوي المحترم حتى لو في اختلاف في وجهات النظر. حتى لو في اختلاف في وجهات النظر. انما التقطيع شغال 24 ساعه. كل واحد عنده صفحه بيروح شاتم الثاني. وبحذر بدايه انهيار مش الانديه بس، الدول الانقسام. تاني، بدايه الانهيار الدول مش بس الانديه، الانقسام. اتحدوا، لكم ايد واحده، واجهوا الصفحات بتاعت اللجان بتاعت الاخ جمال الرب، الاخوانجي اللي على رسالة على طول من بنت علياء كاذبه اللي هربانه بره. واجوهم بالمنطق مش بالخلاف بينكم. الزمالك مش نقطايه، لا، الزمالك ملك الناس كلها. مش كل واحد دلوقتي متغاظ من واحد يروح مصفي حساباته وناس النادي المفروض يقف معاه. كلكم عارفين انا اقصد مين. كلكم عارفين انا اقصد مين. ان شاء الله مش هسمع. لا مش هسمعك. لا ما افتح الحوار، مش هسمعك. انا خلصت. ما بحبش الاسلوب ده. اقعد. انا كنت مرشح نفسي رئيس جمهوريه، مش هعرف احكم قاعه. اقعد. هسمعكم كلكم. قاعد يهرش. وانا خلصت. يا عم اقعد. وانا كملت مش بخلص. اقعد اهرش.